قررت بقى خلاص هاعمله في البيت، لإن بصراحة سعره غالي أوي، وفعلًا مكوناته سهلة وبسيطة أوي، وما تستاهلش السعر ده كله. سهل جدًا يا جماعة، جربوا تعملوه في البيت، ساندوتش الشاورما بالبطاطس حلو جدًا، وسهل أوي في البيت. جربوه إن شاء الله يعجبكم. أول حاجة هاجيب معايا ده كان حوالي نص كيلو دقيق، كوبايتين دقيق كبار، تمام. هانزل عليهم بربع معلقة ملح صغيرة، ومَيّة بقى تدريجيًا كده لحد أمّا يديني عجينة حلوة كده في إيديّا. هابدأ بقى أعجنها كده في إيديّا، وأعجنها كويس جدًا، وبعد كده بقى إيه هاكورها. شايفة هابدأ بقى أعجنها كويس جدًا. شايفة سهل أوي وجميل جدًا. شايفة الكور بتاعته كده بقى. هابدأ بقى أكورها بنفس الكور الحجم ده كده، وأكورها وأسيبها ترتاح معايا شوية، وبعد كده بقى هابدأ أفردها كده على الرخامة بتاعتي. هافردها إيه سهلة طبعًا، لو أنتِ عاجناها كويس مش هتتقطع معاكِ أبدًا، وهتبقى سهلة جدًا في العجن. جربيها وإن شاء الله تعجبك، بس اعمليها بنفس الخطوات ونفس الطريقة. يعني حوالي نص كيلو دقيق هياخد معاكِ، الكوبايتين دقيق هياخدوا معاكِ حوالي كوباية إلا ربع مَيّة، وممكن أقل شوية كمان. هابدأ بقى كده أفرد بالنشابة بتاعتي، وممكن بقى كمان أفردها كده بإيديا برضو عشان هي خلاص معجونة كويس، فمش هتتقطع معاكي أبدا. هخبزها بقى ازاي أو هسويها ازاي؟ هجيب صينية كده بتاعتي، وهولع النار على البوتاجاز، أخلي النار متوسطة، وهقلب الصينية أو براحتك أي طاسة أي حاجة بقى عندك حطيها عليها. بس هبدأ أحطها كده وأقلبها كده بقى، الجنب ده مرتين والجنب ده مرتين، بس كده وخلاص. مش عايزاها تاخد أي لون. شايفة بقى العيش سهل جدا، هو ده بقى عيش الشاورما او عيش البطاطس السوري. سهل جدا. هو فعلا يا جماعة والله العظيم بيتعمل بنفس الطريقة دي، ومش بيحتاج اي حاجة تانية، مية وملح ودقيق وبس، مش بتحتاجي حاجة تاني خالص. جربوه بنفس الطريقة يطلع معاكم حلو اوي. شايفة طري وجميل جدا. شايفة. هنا بقى كنت عملتهم خلاص وخلصتهم بقى. تحشي بقى اي حشوه انت عايزاها بقى. طبعا انا حشيته بطاطس، وممكن تحشيه كمان شاورما لو حابه برضو. اي حاجه، انا عملته معاكم في فيديو قبل كده كنت حاشياه شاورما، كان حلو جدا، والفيديو جايب على القناه 55,000 مشاهده. ممكن برضو تخشوا وتشوفوه. الفيديو ده حلو جدا يا جماعه، جربوه واتفرجوا عليه برضو. هنا بقى حطيت التوميه، وبعد كده هنزل بقى بالبطاطس وكاتشب بقى، وممكن لو عندك اي صوص جبنه عايزه تحطيه كمان حطيه لو حابه. بس وهقفله بقى كويس. وبعد كده بقى هكون مسخنه معايا الطاسه على النار، وهنزل فيها كده بمعلقه سمنه صغيره، وهبدا بقى كده اوزعها في الطاسه. ويا ريت تكون الطاسه ديت عشان ايه تديكي كده شكل السندوتشات بالظبط اللي انت بتشتريها من بره. هبدا بقى كده ارص السندوتشات جنب بعضيها، وهقلبها، مش هتاخد معايا دقايق كده على النار. وبعد كده خلاص بقى هتقدميها حاجه كده ما شاء الله حلوه قوي ونضيفه، وانت عارفه انت عاملاها ازاي في البيت. فعلا يا جماعه بره غالي جدا، وما يستاهلش كل التكلفه دي كلها. بتعملي في البيت بأقل التكاليف، بطاطس كلها حاجات موجودة في البيت، والكاتشب والحاجات دي كلها موجودة في البيت. سهلة وبسيطة قوي. شايفة الجمال. حلو قوي. جربوه، ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم فيه. ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شايفة. يلا قومي بقى اعمليه وفرحي ولادك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.